اي حاجة عاوز ترسمها قسمها لاشكال هندسية، زي ما قلنا في رسم الاشكال اللي هي الوش مثلا، قلنا مثلا ممكن يكون دايرة وشوية تفاصيل اللي كنا اتكلمنا فيها، وقلنا العينين بتترسم ازاي والودان والحاجات دي كلها. ممكن يبقى مثلث، تمام، نفس الفكرة. يعني الشاهد ان انت يعني اي حاجة عاوز ترسمها قسمها الاشكال الهندسية علشان تلاقيها سهلة. تعالى كده نجرب مثلا نرسم الشجرة. هنتخيلها مكونة من جزئين. الجزء الاول عبارة عن الورق اللي فوق، او يعني مثلا ممكن نتخيله بشكل دايرة او شكل بيضاوي، ونازل الساق بتاعت الشجرة اللي هي نازلة على الارض دايرة، ومثلا مستطيل صغير كده. دي الفكرة الأساسية. تعالى كده نشتغل على شوية التفاصيل بتاعت بقى الدايرة دي. يعني هي الدايرة دي عبارة عن ورق الشجر، فما تبقاش دايرة كده، لا نخليها نديها تأثير الشجر كده، او عدم الانتظام بتاع الدايرة. خلينا نقول والمستطيل ما نخليهوش نازل بشكل مستقيم كده، لا خليه نازل بكيرف كده لتحت، بحيث ان انا ادي تخن كده للشجرة من تحت، من عند الجذع كده، او من عند انا مش عارف تقسيم الحاجات دي. يعني هو الورق دي الساق تقريبا، الجذع اللي بيبقى في الارض. الناس بقى اللي هم مهتمين بالامور الزراعة والحاجات دي يفهموا اكتر مننا الحاجات دي. تمام. وبقت غرزة في الارض. بلاش نشتغل في تفاصيل اكتر من كده، وخلينا نبسط الموضوع. كده انت رسمت شجرة تقريبا، خلينا نقول تقريبا. تعالى نرسم الشجرة دي تاني بشكل مختلف شوية. زي مثلا قلنا ان هي دايرة وتحت مستطيل، لا خلينا نرسمها من الاول. ادي الورق، وادي الساق بتاعت الشجرة، ونعمل مثلا حواليها شوية زرع كده. نديها بقى شوية شغل من بتاعنا كده، نعمل لها علامة الزائد الجميلة بتاعت رسم الوش اللي احنا دايما بنرسمها، ونعمل لها عينين وبق، نخليها كرتون كده بمنتهى البساطة. انا قسمت بس الشجرة لشكل هندسي دايرة وشكل هندسي مستطيل تحت، بس خليته يعني ضحكت على نفسي كده. خليتها في البداية اشكال هندسية بسيطة، بس قعدت العب بقى في شوية حاجات كده. المهم بتبني على الاساس ده. تعالى نرسم شجرتين بيتكلموا. ادي شجرة على نفس الارض، وادي الشجرة التانية. الملامح اللي انا رسمتها دي سعيدة، وممكن نخلي التانية دي مش سعيدة. يبقى ممكن تكون بتتكلم في يعني هي بتتكلم في حاجة مثلا مبسوطة فيها، او بتتكلم عن حاجة كويسة، ولكن هي بالنسبة لدي مش كويسة، او حاجة مزعلة. اي حاجة عاوز ترسمها قسمها لاشكال هندسية بسيطة جدا. زي مثلا لو رسمت ايس كريم، هتخيل ان دايرة، او خليها نص دايرة علشان انزل بالبسكوتة اللي هي عاملة زي المثلث. بقيت عندي الايس كريم من فوق، وادي البسكوتة بتاعتها. تعالى كده نشتغل عليها بالقلم الاسود تكون واضحة. طيب خلينا بس نشتغل على التفاصيل اكتر. ما تخليهاش برضو نص دايرة كده، خليها مثلا شكل بيضاوي كده، وشكل بيضاوي اصغر، ومن فوق كده مثلث في الجنب، بحيث انها تدي احساس بالسيحان كده بتاع الايس كريم، يعني فاهم. وممكن نسيل شوية كده على البسكوتة. البسكوتة بقى عبارة عن مثلث ده جامد عادي، لكن الحتة اللي هي بتبقى الكريمة اللي فوق دي يعني صعب ان احنا نسيبها شكل هندسي كده صامت. ادي شكل البسكوتة او التجسيمة بتاعتها اللي بتبقى سامبوكسات دي. ممكن نعمل لها عينين
سعيدة كده. ممكن ارسم ايه تاني؟ ان انا برضو ممكن ابسطه الاشكال هندسية بسيطة. البيت مثلا لو هرسم منزل، في صورة نمطية دايما للناس بترسمها، بترسم البيت بتاع اللي هو الايه اللي في اوروبا ده، اللي هو عارف انت نازل بمثلث، اللي هو ده. وله باين مدخنة كده او حاجة. خلينا نرسمه من الواجهة دي بس، بلاش نعمله مكعب، خلينا نرسمه بس ايه كشكل كده. انا بعيد بالقلم الاسود على اللي انا رسمته بالقلم ايه الرصاص بمنتهى البساطة جدا. انا رسمتها عملتها ايه مربع، والمربع ده له مثلث من فوق. ممكن نعمل له شباك كده وشباك كده، والباب نعمل له عينين وبق، ولا نسيبه كده على طول؟ خلينا نسيبه كده على طول عشان نشتغل شوية في التفاصيل، زي مثلا نعمل لها ايه حتة كده اللي هي بيحطوا فيها الزرع، الشبابيك، الباب. ممكن نعمل له هنا مكان كده مثلا بيزرعوا فيه، بيحطوا زرع مثلا فيه. ممكن ارسم ايه تاني بشكل هندسي بسيط جدا؟ ممكن ارسم مج، عارف المج اللي بتشرب فيه ده؟ هنعمله ايه؟ هنعمله مثلا مربع او مستطيل يعني، وله الايد بتاعته عبارة عن نص دايرة. لكن انا هاجي عند المربع ده وهخلي الزاوية بتاعته او الضلع اللي فوق ده خليه كيرف، والضلع اللي تحت خليه كيرف، هيبقى شكله مج اظرف شوية. وتعالى نجرب ونشوف ازاي. ادي الايد بتاعته، خلينا الضلع اللي فوق واللي تحت عبارة عن كيرفات كده ماشي مقبول. ولكن الكيرف ده هيساعدني ان انا ارسم الايه التجويف بتاعه من فوق، فيبقى شكله واقعي اكتر. خد لي كده خط ناعم قوي بحيث ان هو ايه يحسسك بالداير ما يدور. ممكن نعمل له بق بقى وعينين وكده. بقى مج عنيف شوية بس مفيش مشاكل. تعالى بقى، علشان ما بحبش برضو اسيب الاماكن الفاضية دي، فممكن نرسم زي الشمس. الشمس دي انا عاوز اقول انها شمس، مش هسيبها بقى دايرة كده وخلاص، لا، اخلي ايه طالع الشعاع بتاعها بالطريقة دي كده مثلا. بس كده خبطنا في سقف الورقة مفيش مشاكل. ده الشعاع بتاع الشمس، ونخليها طلعة طيبة، شمس شتوية طلعة تدفنا المكان، فهنخلي الملامح بتاعتها طيبة. تعال نجرب نرسم وردة. الوردة عبارة عن ايه؟ هنعمل لها كده دايرة في النص، والورق بتاعها اوراق الوردة داير ما يدور حواليها. عملت دايرة وحواليها يعتبر مستطيلات، وادي الورقة بتاعتها او الساق بتاعها، والورقة اللي هي في الجنب، والورقة التانية اللي في الجنب التاني.
نخليها برضو بتضحك. عايز بقى تاخد لها خطين كده، خطين كده، خطين كده. طبعا بالتلوين بيبان تفاصيل كل الكلام ده كله. لو عجبتك الفكرة دي هنشتغل على سكتشات بالاشكال الهندسية برضو، بس اتأكد ان انت متابعنا علشان اي سكتش ننزله يوصلك على طول.